تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أسرع المهاجمين في الجولتين الأوليين من الدوري الإيطالي. أما القائمة الكلية خلال الأسبوعين اللذين لعب في المسابقة حتى الآن فتصدرها اليوناني كوستاس مانولاس مدافع نابولي. في عمر 34 ما يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتفظ بواحدة من أهم ميزاته التي رافقته منذ بداية مسيرته، وهي السرعة. نجم يوفنتوس احتل المركز الأول بين أسرع المهاجمين في الدوري الإيطالي، والثاني ضمن قائمة الأسرع بين جميع لاعبي المسابقة بعد أسبوعين من انطلاقتها. رونالدو يركض بمعدل يزيد على 34 كيلومترا في الساعة، ولا يتفوق عليه من لاعبي السيريا غير اليوناني كوستاس مانولاس مدافع نابولي الذي بلغت سرعته 35 كيلومترا فاصلة 41 جزءا بالمئة في الساعة، وهو معدل عال لمدافع فريق الجنوب الإيطالي منحه لقب الأسرع في الدوري حتى الآن. رؤوس الحربة كانت لهم قائمتهم الخاصة، فبعد رونالدو يأتي في المركز الثاني البوسني إيدين جيكو مهاجم روما ب 33 كيلومترا فاصلة 4 في الساعة. يليه لاعب قطب العاصمة الآخر فريق لاتسيو المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي ب 32 كيلومترا فاصلة 40، متفوقا على الكولومبي دوفان ساباتا مهاجم أتلانتا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني على لائحة هداف البطولة. أما أبطأ رأس حربة فهو البلجيكي روميلو لوكاكو الوافد الجديد على قلعة إنتر، حيث لم تتعدى سرعته 30 كيلومترا بكثير. نصل الآن إلى سؤال اليوم، وهو: هل تعتقد أن يلجأ ليونيل ميسي إلى تفعيل بند في عقد